المساحة الجغرافية دي حوالي 5 كيلو ونص. ليه موقع متميز. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هو ما بين احياء المنطقة الشمالية، بيتوسط سكة حديد جمهورية مصر العربية. طبعا دي كانت من ضمن المشاكل بتاعتنا اللي هحكيها لحضرتك بعد كده، اللي هي من ضمن المشاكل الصعبة جدا اللي كانت بتؤرق حي الشرابية. حي الشرابية من الحي القديمة اللي بيتمتع بعدد وكم هائل من المصانع، كم هائل من المخازن. هدي حضرتك مثال صغير كده. عندنا مصانع مخازن جريدة الجمهورية. عندنا مخازن حسن علام للطرق. مصر البترول. عندنا مصر البترول. عندنا شركة النصر للسيارات. يعني عايز اقول لحضرتك ان الحي نص المساحة الجغرافية تقريبا كلها منطقة صناعية. وبالتالي ده اللي دخلنا مدخل تاني. عندنا شارع خاص اسمه شارع الشركات. الحمد لله الحي من يوم ما دخلت حوالي شهرين نسبة تواجد الغاز الطبيعي فيه أو دخول الغاز الطبيعي فيه حوالي 75%. طبعا أنا بقول الحمد لله، ولكن كانت دي من المشاكل اللي بتؤرق وتعوق المواطنين. إن حي الشرابية من الأحياء اللي كانت مظلومة في دخول خدمة الغاز الطبيعي، دخلها مؤخرا من حوالي 4 أو 5 سنين. فالشركة دخلت بتقولها ففتحت شغل في الحي بالكامل. فطالما فتحت شغل في الحي بالكامل، فده بالتالي بيديلك انطباع عن حالة الأسفلت كانت عاملة ازاي. يعني كسرت الشوارع بالكامل. وبرضه دخل مشروع صرف صحي كسر بقية الشوارع، زي بقى المشروعات الدورية بتاعتنا اللي هي مشاريع المية والكهرباء. فده يرجعنا مرجوعنا تاني الأول. الشكر اللي أنا وجهته لحي الشرابية، الحمد لله أنهيت حوالي 75% من الطرق الأسفلتية اللي كان فيها الحفر الخاص بأعمال الغاز وأعمال الصرف الصحي. وأمثلة على كده عندنا الشوارع الرئيسية، شارع الشرابية كان فيه حفر خلص كله، شارع مهمشة كان فيه حفر برضه خلص كله، شارع الشركات نفس الكلام، زائد الشوارع الجانبية المؤدية ليهم اللي هي الرابطة مثلا ما بين شارع الشرابية وشارع مهمشة، شارع كامي، شارع القلايلي. اليومين دول ببدأ فيه شارع من الشوارع المهمة جدا، شارع المنياوي وشارع رياض جاي. الجديد برضه ان احنا انهينا سفلته ضرب السكة الحديد، شارع المداري، شارع العزب. الكلام ده كله بحوالي 3 كيلو ونص، ما كانش محطوط فيه الخطة، ولكن الحمد لله انهيناه. طيب ارجع برضو للموضوع. زي ما قلت لك انا دخلت من حوالي شهرين، قعدت مع الجمهور ثم قعدت مع الجهاز التنفيذي. طبعا خدت واديت معاهم. مشاكلكم يا جماعه كانت يمكن اكبر مشكله بتواجههم مزلقان ابو خليفه. كان بيسمى مزلقان الموت. صح، حوادث طرق كتير عليه بالظبط. طيب الوصف الجغرافي دي عباره عن ايه؟ احنا قلنا ان حي الشرابيه بيتوسط احياء المنطقه الشماليه. المزلقان ده فاصل ما بين حي الشرابيه شمالا وحي الشرابيه جنوبا. المزلقان ده بيعدي عليه جميع خطوط جمهوريه مصر العربيه. طيب اهميته دي بترجع ليه؟ ان هو رابط بحاجه اسمها ورش الفرز. طب ايه معنى ورش الفرز دي؟ هي البدايه لاي قطار، يا اما هيبدا يخرج لرحله او يرجع من رحله، يخش فيها القطار يخزن جوه يعني. بالظبط، يتخزن، يبدا يتعمل له الصيانه، يبدا يتعمل له استكمال مستويات بالكامل. وبعد كده لما يبقى جاهز يبدا يخرج عشان ينفذ الرحله بتاعته. وفي نهايه الرحله يرجع تاني يخش لورش الفرز. ورش الفرز دي من اوائل خطوط السكه الحديد اللي انشئت، واللي انشاها الانجليز. وبالتالي جميع المعدات اللي موجوده جوه هي معدات من ايام الانجليز، بيتم فيها صيانه، لكن انشاء ايام الانجليز. انا بدي حضرتك الخلفيه دي عشان هو كان احنا لما جينا نشتغل في المزلقان قابلتنا طبعا معوقات وصعوبات جامده جدا. زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان حي الشرابيه فيه كم كبير جدا من المصانع والمخازن. طيب
ده بيدلنا على ايه؟ ان المزلقان ده بيعدي من عليه جميع انواع النقل، بدايه من الموتوسيكلات حتى عربيات النقل العملاقه اللي داخل بقى المخازن، طالع من المخازن، الشركات، حاجات دي. كمان المزلقان ميزته ان خطوط الميكروباص بتروح على المترو غمره، فبدا حتى المواطنين ساكنين في ارض الشركه بدل ما يطلع على احمد حلمي اسهل ليه ان هو ياخد المترو من غمره. بالظبط بالظبط. الحاجه الثانيه بيعدي من عليه جميع انواع المشاة. في الاخطر من كده ان المزلقان ده بيوصل لحاجه جوه اسمها المغالي، مغالي الاخشاب. المغالي دي الان معظمها بيستخدم العربيات الكارو، الدواب، عربيات الكارو. فالمزلقان بيعدي من عليه جميع انواع الماشيه والعربيات والدواب، زائد ان المزلقان ده شغال 24 ساعه في اليوم. فكانت المشكله النهارده اللي واجهتنا او اللي اشتكى منها اهالي الشراويه، المزلقان ضيق. يعني بيعدي عربيه في الاتجاه المتجه شمالا او عربيه في الاتجاه المتجه جنوبا. المزلقان ده كان بيقف في اوقات الذروه وبالذات في شهر رمضان. فبدانا نعمل تصور ونرفع المكان ده علشان نعيد تخطيطه ونشوف ازاي هنحل المشكله دي. فالشوارع المؤديه للمزلقان كانت اتساعها حوالي 10 متر. طيب النهارده انت عايز توسع المزلقان، يبقى هتوسع المزلقان ولازم توسع الشوارع المؤديه دي. فحاولنا الاول نعمل في البدايه توسعه للشوارع، لقينا برضو التوسعه مش جايبه المخطط او الفكر اللي الناس عايزاه. بدانا نعمل حاجه اكتر من كده، ان احنا نرحل سور السكه الحديد. رحلنا سور السكه الحديد حوالي 8 متر. ده بعد ما الشارع كان 10 متر بقى 18 متر. وصغرنا الرصيف اللي تحت المنازل 30 سم كده. ففي النهايه وصلنا للشارع بقى 22 متر بعد ما كان 10 متر. المشكله الثانيه اللي قابلتنا ان زي ما بقول لحضرتك ان جميع القطارات بتخش تستكمل مستويات، وتستكمل مستويات يعني تستكمل مستويات الميه، الزيوت، الوقود. فكان معدي من تحت المزلقان الخط الرئيسي اللي جاي من شركات البترول داخل لمحطه الفرز جوه. اما بدانا نحفر فوجئنا بحاجه غريبه جدا، ان مجرد ما الحفر بتاعنا وصلنا حوالي 25 او 30 سم فوجئنا بيه سولار طالع من الارض. سولار مش مياه جوفيه يعني. لا سولار طالع من الارض. طب ده نتج من ايه؟ ان الماسوره اللي كانت معديه من تحت كان فيها تسريب بقى اكتر من حوالي 10 سنين. الارض تشبعت تحت بالسولار. فزي حضرتك بتكون قاعد عند البحر وترجع كده عند الشط من البحر شويه على الشط تبدا تحفر تلاقي ما طلعت على البحر. نفس القصه برضه بنظريه الاواني والمستطرفات. اتعاملتوا معاها ازاي؟ كانت مشكله طبعا. بدانا نجيب مصر للبترول وحفرنا لغايه ما وصلنا للماسوره الرئيسيه اللي كان فيها تسريب. فما ينفعش فيها لحمات. غيرنا الخط بالكامل. فعشان تغير الخط بالكامل لازم هتقطع المزلقان. ومزلقان شريان حيوي. فدي برضو من الصعوبات اللي قابلتنا. قابلنا برضو ان انا عشان ارجع السور كان في اجهزه تحكم موجوده اللي هي مسؤوله عن الخطوط السكه الحديد وتحويل المزلقانات في جمهوريه مصر العربيه بالكامل. وتحتها كابلات. ترجع ورا شويه هتلاقي فيه الكابينه بتاعت التليفونات اللي مدخله على الخطوط بالكامل بتاعت السكه الحديد، مدخله محطه الفرز، مدخله على القوات المسلحه جوه. فاي عطل في الانبوب بتاع الوقود او في اجهزه تحكم او اجهزه الاشاره او التليفونات هيسبب كارثه على مستوى السكه الحديد لجمهوريه مصر العربيه بالكامل. فكانت مشكله جامده جدا. بقى نحط التصور بتاعنا، جبنا شركه مصر للبترول رقم 1، خدنا مقاس الماسوره وبدانا نقفل المزلقان جنب واحد وقطعنا الماسوره. بدانا نسقط نص ونخلص نردم، وبعد كده نعمل حفره مربعه زي غرفه تفتيش، والناحيه الثانيه نسقط الماسوره لغايه ما نزلناها، وبدانا ننحل الماسوره تاني ولحمنا الماسوره في الجنب اليمين والجنب الشمال لغايه ما خلصنا الخط الحمد لله بالكامل. قابلتنا المشكله الثانيه اللي هي الكابينه بتاعت اجهزه التحكم. طبعا دي لو هحكي لك عليها حضرتك كتير مش هتتخيلها الا لما تشوفها بالصور.
طبعا حفرنا حوالين الكابينه بالكامل، وحفرنا اسفل الكابينه، حزمنا الكابينه دي بالكامل بالجنازير ورفعناها بالكامل. وفي مكان تاني كنا محددينه حفرنا وبدانا نلم الكابلات بالكامل وركبنا الكابينه في المكان اللي احنا عايزينه. نفس الكلام برضه عملناه مع الكابينه بتاعت التليفونات لغايه ما اخلينا ورا السور عشان نقدر نهدم السور ونرجعه المسافه ال 7 أو 8 متر اللي احنا عايزينهم دول. كانت المشكله الاكبر ان احنا هدمنا حوالي 65 كيلو من السور، 65 متر من السور. ال 65 متر دول كان عائق يعني ان انا اوقف الحي بالكامل خدمه عليهم علشان ما حدش يعدي من المشاه يخش جوه السكه الحديد لغايه ما يتم بناء السور. طبعا هد السور واعاده بنائه مره ثانيه دي كانت مشكله جامده جدا. 65 متر، مش عايز اقول لك ان احنا هدينا السور واعدنا بنائه ثاني بعد رفع المخلفات في 3 ايام.